فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صباح الخير عليكم يا أمارات، وحشتوني كتير من آخر فيديو. يا رب تكونوا بخير وسعداء كده ومبسوطين ومرتاحين البال. النهارده بقى روتين كده رايق، روتين صباحي قمر زيكم كده، فطار رايق كده ما بنعملوش الا كل فتره حلوه كده. بنعمل فطار رايق وقمر زي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الكروسو ده انا كنت شارياه من سعودي، هو حلو الصراحه بس هو دسم شويه، يعني الزبده فيه عاليه قوي. يعني حلو ولذيذ بس مش احلى حاجه. ما لقيتش ساعتها الكروسو ده كان خلصان فجبته بالزعتر. انا طبعا بعشق الزعتر. الجبن برضو بحب اول ما اجيبها كده اخرجها من الاطباق الفوم دي لانها مضره جدا بالصحه. بحطها في علب تلاجة، علب بلاستيك، علب ازاز. اهم حاجه نحطها في علب محكمه الخلق. فعشان ابدا ابدا نسيب الجبن في الاطباق الفوم ويا سلام بقى لو اللي حاطط لك الجبن مش حاطط كيس تحت الفوم، يعني فوق الفوم الطبق بيفردوا فيه كيس. ماشي، الكيس هيقلل الاضرار شويه بتاعه الفوم، وبالذات بقى طبعا لو فوم الاطباق لونه اسود زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو. فدي احسن حاجه بتخلينا كمان احنا نعمل سندوتشات مدرسه، نعمل سندوتشات فطار عادي، سندوتشات للنادي ايا كان. بتبقى سهله علينا بدل ما نفتح الاطباق بطريقه مش لطيفه والجبن تكرف ويبقى طعمها مش حلو غير ما كانت لسه جايه طازه. فالحركه دي بتخلينا الجبن طازه وتقعد معانا لحد اسبوع بنفس الجوده كاننا لسه مشترينا. عايزه بس اقول لكم حاجه عشان عارفه ان في ناس كتير، اللي عرفته مؤخرا ان في ناس بتتفرج عليا ومش عاملين اشتراك ولا مفعلين الجرس. فلو بتحبوني وبتعزوني وبتدعموني فعلا يا ريت تدخلوا كده تعملوا الجرس تفعلوه عشان يوصلكوا كل جديد. واللايك طبعا بيدعمني برضو بيفرحني، وكمان الكومنت بقى بيفرحني اكتر من كل ده. يعني كومنت كده بيحفزني وبيشجعني. بس لو بتحبوني بقى اعملوا كده. هنا بقى بحب اعمل ميكسات كده على السندوتشات، ايا كان بقى كرواسون توست اي حاجه. الزعتر ريحته خطيره، سعودي بصراحه، حاجاته التوابل بتاعته الجبن عنده كل الحاجات دي تحفه. حبيت بقى اشرب عصير برتقال كده مع الكرواسوايا وكمان الهالوبينو وادي فود ده تحفه. السبايسي بتاعته رايقه كده وخفيفه وفي نفس الوقت مقرمش، فده عجبني جدا وخطير. بسيب البرطمان كده في التلاجة اعبي في علبة عشان طبعا البرطمان كيلو كتير والبرطمان تقيل، فبعبيه برضو في علبة حبة صغيرين على قد كده استخدام كام يوم، وبعدين طبعا بقفل البرطمان واشيله. بس بحب بقى احط حاجات كده ميكسات كتير على بعض وشوية هالوبينو، ومش سبايسي للدرجة اللي هي لذيذ، يعني سبايس خفيفة كده. الزعتر عند سعودي ريحته وهمية، بجد خطير. الكروسو زي ما قلت لكم دسم شويه بس مورق وبس، يعني الواحده خلاص انت مش تقدري تاكلي حاجه بعديها، مشبعه جدا وكده. سعرها كان تقريبا 27 جنيه حاجه كده. وطبعا صيف يعني حطيت تلج طبعا في العصير من كتر الحر. تعالوا بقى اقول لكم على كريم وهم يا جماعه. عارفه ان في ناس كتير راجعه من المصيف بعد ما كانوا مبسوطين هناك فراجعين متضايقين جدا ان هم زي حالاتي كده اسمروا، فاسمريت بقى درجتين 3. فطبعا ده كريم تفتيح تحفه. هتستعمليه على ما تخلصي الانبوبه دي 30 ملي، هكون افتحيتي اسبوع اسبوعين هتلاقي نفسك رجعتي لونك الطبيعي. بنحطه على وشنا، طبعا معمول بالعرق سوس، خطير لتفتيح البشرة والبقع وكده، عشان كده لونه كده. وسعره كام؟ 25 جنيه او 30 جنيه، فحاجة على قد ايدينا وفي نفس الوقت هتدينا نتيجة تحفة. ده يا جماعة خطير، لازم تجيبوه. راجعين من مصيف عايزين تفتحوا درجتكم ترجعوا تاني زي ما كنتوا الدرجة الطبيعية بتاعتكم، عايزاكم بس تاخدوا سكرين شوت. والصراحة تعبت شوية عشان الاقيه، كلمت كذا صيدلية عشان ادور عليه. في صيدليات قالت لي عندي موجود بس اكسباير، يعني تاريخه مش تمام،
هيرجع تاني للشركة. ولقيت واحد كنت عايزة اشتري 2 الصراحة من جماله ليا وللولاد وكده، فبصراحة اشتريت واحد بس. دوروا في الصيدليات وبالذات اللي في الشوارع الجانبية مش المشهورة قوي، روحوا لها ان شاء الله هتلاقوا. زي ما قلت لكم مش هتلاقوا حاجة تحفة كده وبالسعر الخطير ده. قهوتي بقى والكوبزاية بتاعتي او الشوكولاتايه بتاعتي هنا بقى شويه روقان. تعالوا بقى اقول لكم حركه تحفه جدا لازم تعملوها للصيف لولادكم، الناس اللي بتعشق زبادي توت. واول ما تروح عند محل ايس كريم تقولك انا عايزه زبادي توت، جيبي بقى الزبادي التوت اللي انت بتحبيه ايا كان ماركته ايه. انا هنا كنت بستخدمه المراعي. واول ما تجيبيه هتحطي فيه المعلقه زي ما انا حطيتها كده وهو طري طبعا، وبعدين بحطه في الفريزر من 4 ل5 ساعات او قبلها بليله، بيطلع بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم الولاد بيتجننوا عليه ازاي، بجد وهمي. حاجة طبيعية، حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت ايس كريم نكهة. احنا كلنا معظمنا بنحب، عارفة ان في ناس مش بتحب زبادي توت بس انا من عشاقه والولاد نفس الكلام، فخطير جدا. وممكن كمان تجربوه بأي نكهة أو فواكه تانية خالص براحتكم خالص. فدي فكرة حبيت أقولها لكم. يلا فينا بقى نعمل الغدا، غدا كده خفيف وسهل عشان الواحد بصراحة مش قادر يقف في المطبخ كتير. هعمل ايه النهاردة؟ هعمل كبدة وهعمل رز معمر. حطيت بقى رز معمر في الفرن وتعالوا بقى نشوف طريقة الكبدة. طبعا حطها في مصفى، ما ينفعش خالص نلمسها بمية، لو نقطة مية جت على الكبدة هتزفر، فاحنا طبعا عايزين نتجنب كده. انا بس حطاها في مصفى وحاطه تحتيها طبق عشان اي عصاره زياده تنزل في الطبق، بس كده مش هعمل اكتر من كده. نيجي بقى للثوم، فرمته مع فلفل مع شويه كزبره مع شويه ملح وكمون، فرمتهم كويس جدا. وجبت ليمونتين 3، جبت معلقه من هريسه الثوم اللي عملتها، قلبت بيها الكبده. بصراحه انا شارياها عصافيري مقطعه صغير كده. نجيب بقى معلقة سمنة حلوة كده ومعلقة زيت حلوة، معلقتين 3 قصدي، سمنة كده ريحتها حلوة. هنا بوريكم الرز المعمر، عملته معاكم كتير جدا، فبسيبه بقى على الشبكة كده بيقعد نص ساعة تلت ساعة بيكون استوى. تحفة في الشتا في الصيف بصراحة مش ببطل اعمله. وكمان بستسهله اكتر من المكرونة، يعني المكرونة لسه هنصفي المكرونة ونضرب الطماطم ونعمل صوص احمر او صوص ابيض، فبستسهله بعمله في الطواجن كده وادخله الفرن وانساه نص ساعة بيكون جاهز بقى، فبيبقى حلو قوي. حطيت بقى السمنة والزيت زي ما اتفقنا، وبعدين نزلت عليهم بمعلقة تانية من الثوم والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والكزبرة والكمون والحاجات التوابل اللي قلنا عليها. ما حطيتش خل عشان الكبده ما تبقاش معايا زي الكاوتش كده وناشفه، وما كترتش ليمون في البدايه، يعني ممكن نص ليمونه على نص كيلو كده بس كده. في الاخر بقى تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. هنا بقى جبت بصلايه صغنونه خالص، طبعا انا جايبه مكعب بصل من الفريزر اللي انا مخزناه. حابه المره دي اعملها بمكعب من البصل المفروم، بيديلي صوص خطير للكبده، والميكس التوم مع ميكس البصل بيدي طعم في الاخر، مش تقيل ولا حاجه ولا دسم زي ما انتوا فاهمين. لا جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. اول ما البصل ابتدى يدوب كده شويه نزلت عليه برشه من الكزبره، بحب ريحه الكزبره جدا في اي حاجه وبالذات الكبده. نزلت بقى بالكبده يا دوب تاخد لون كده من تحت رمادي شويه، هبتدي بقى اقلب فيها واحده واحده وما نقلبش فيها كتير عشان ما تتفرفطش مننا وما تجيبش ميتها. مش عايزين الكبده تجيب ميتها، احنا عايزينها تقفل المسام بتاعتها ويبقى فيها العصاره ويبقى فيها الطعم والفيتامينات. وطبعا ما بنسويهاش كتير، 4 دقايق 5 دقايق بالكتير على النار. حطيت بقى رشه من الكزبره تاني عشان طبعا بحب الكزبره. عايزين تحطوا سنه كمون صغيره ماشي، مكتروش الكمون عشان بيمرر. حطيت برضو سنه صغيره من البهارات بتاعه اللحم. بس كده، دول بقى الشوية دول هجيب عليهم ليمونتين كده وعصرهم. وفي الاخر اخر دقيقة خلاص الكبدة اخدت لون، ظبطت الطعم الملح بتاعها، شفتوا محتاج حاجة الملح مظبوط. هنا بقى اجيب ليمونتين وعصرهم، واول ما اطفي النار على الكبدة استوت احط بقى الثوم مع الليمون. بس كده بيبقى ريحته تحفة. أكلة ريحتها جايبة آخر الشارع بجد وهمية. والرز المعمر كانت، وعارفة ان الرز المعمر بيدفي جدا وبيحسسنا بالدفى كده، بس بجد كان طعمه هايل.
احنا عارفة ان احنا في عز الصيف، فكانت اكلة حاساها لايقة مع بعض قوي، مختلفة. الولاد عندي بيحبوا الحاجتين دول مع بعض اكتر كمان من المكرونة وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد.